طلاب الصف الرابع الابتدائي مع أول حلقات مادة الدراسات الاجتماعية. درسنا النهاردة لذيذ وسهل، محتاج بس شوية تركيز مننا. أول درس عندنا السنة دي اسمه الأماكن والاتجاهات من حولنا. الأماكن والاتجاهات من حولنا. بس قبل ما نبدأ في الدرس حابة أتكلم معاكم في حاجة. مادة الدراسات احنا بندرسها ليه؟ احنا بندرس مادة الدراسات عشان عرفنا حاجات كتيرة قوي، زي الأماكن اللي حوالينا، الأرض اللي احنا بنعيش فيها، قصص وحكايات الناس اللي عاشوا زمان، أجدادنا القدماء. المهم الدراسات هتعرفنا معلومات وحاجات كتيرة قوي. يبقى احنا بنتعلم مادة الدراسات عشان نعرف معلومات مهمة في حياتنا. طيب، أول حاجة بيقولك الدرس اسمه الأماكن والاتجاهات من حولنا. لو انت عايز توصف بيتك أو مدرستك لحد من زمايلك لصحابك، هتعمل ايه؟ هتبدأ توصف له انت ساكن فين، الشارع اللي انت ساكن فيه، شكل البيت او شكل المدرسة بتاعتك، صح كده؟ طيب، لو الشخص مفهمش قوي من خلال كلامك، هتبدأ تجيب ورقة وترسم فيها شكل البيت بتاعكم وشكل الشوارع اللي حواليه، عشان الشخص ده يعرف المكان اللي انت ساكن فيه. يبقى لو انا عايزة اوصف مكان زي منزل او مدرسة، برسم مخطط مصغر للمنزل او المدرسة دي، زي كأني بشوفه من فوق. بص كده، كأني واقف من فوق وبص على البيت او المدرسة دي. يبقى لو اردنا ان احنا نوصف منزل او مدرسة، بنعمل ايه؟ بنرسم مخطط مصغر للمكان ده عشان نقدر نعرف المكان ده فين، كأننا بنشوفه من فوق، كأننا نراه من الأعلى. طيب، سؤال، ليه بنرسم مخطط مصغر؟ لأن ده بيساعدنا نعرف تفاصيل المكان بطريقة أوضح. وأنا لو شفت شكل المكان بالشكل ده هيساعدني إن أنا أعرف المكان بطريقة أوضح وأسرع من الوصف بالكلام. يبقى ليه بنرسم مخطط مصغر للأماكن؟ عشان يساعدنا نعرف تفاصيل المكان بطريقة أوضح، يساعدنا على معرفة تفاصيل المكان بطريقة أوضح من الوصف بالكلمات. بطريقة إيه؟ عارف عندنا في الدراسات ما بنستخدمش كلمة ليه، بنستخدم بدلها كلمة بما تفسر. يبقى لو جه سألك وقالك بما تفسر رسم مخطط مصغر، هي معناها ليه بنرسم مخطط مصغر؟ لأن ده بيساعدنا نعرف تفاصيل المكان بطريقة أوضح. هنا رسم لك شكل مخطط لبيت وموريك شكل البيت. بص كده معايا هنا، هو وضح شكل كل غرفة في البيت. كمان رسم الشمس فوق من أعلى، بص كده من أعلى، تمام؟ رسمها إيه؟ من فوق. رسم سهم عند الباب الرئيسي هنا كده، قالك باب عشان تعرف إن ده باب. يبقى وضح لك معلومات مهمة في المخطط ده. زي برضو المخطط ده رسمه بشكل إيه؟ واضح، زي الباب وزي الشمس. طيب، بيقولك انت لما تيجي ترسم مخطط للمنزل لازم ما تنساش 3 حاجات مهمة. اول حاجة رسم الشمس خارج المنزل، ما ينفعش ترسمها داخل المنزل، بنرسمها فين؟ خارج المنزل. ولازم نرسمها عشان الشمس بتعرفنا اتجاهات الاماكن اللي احنا رايحينها. يبقى نرسم الشمس خارج المنزل، نرسم الشمس خارج المنزل. اضافة الابواب والنوافذ، ما ينفعش ترسم مكان ما تحطش فيه الباب او الشباك بتاعه. يبقى اضافة الابواب والنوافذ. تقسيم المنزل من الداخل وكتابة اسم كل مكان عليه، زي ما هو عامل كده هنا في المخطط. قسم المنزل غرف، اكيد بيتك او مدرستك متقسمة بالشكل ده، بتتقسم غرف، وكل غرفة بنكتب بشكل واضح عليها المكان ده ايه، ده نوم، ده استقبال، ده مطبخ، ده باب. توضح كل حاجة في المخطط اللي انت بترسمه. يبقى عشان واحنا بنرسم مخطط المنزل لازم ما ننساش 3 حاجات مهمة. نرسم الشمس خارج المنزل، نضيف الابواب والنوافذ، نقسم المنزل من الداخل، ونكتب اسم كل مكان عليه. طيب، قلنا بما تفسر دي معناها ايه؟ معناها ليه بنرسم النوافذ والابواب في المخططات؟ ليه بنرسم نوافذ وابواب في المخططات؟ ليه ما بنعملش الشكل على طول؟ عشان يسمح بدخول الهواء وضوء الشمس. دي عشان النوافذ والابواب مهمة كبيرة قوي في كل بيت وفي كل مدرسة، لانه بيساعدها انها يدخل فيها الهواء وكمان ضوء الشمس. يبقى ليه بما تفسر
رسم النوافذ والأبواب في المخططات بتسمح بدخول الهواء وضوء الشمس، بتسمح بدخول الهواء وضوء الشمس. بكده لحد هنا خدنا ان احنا لو عايزين نوصف لحد مكان بيتنا او مدرستنا بنرسم مخطط صغير عشان نوضح له المكان اللي احنا ساكنين فيه بطريقة اوضح. احنا بنرسم المخطط ده لازم نذكر 3 حاجات: نرسم الشمس خارج البيت، نضيف الابواب والنوافذ، ونقسم المنزل ونحط اسم كل مكان عليه. اللي بنرسم النوافذ والابواب بتسمح بدخول الهواء وضوء الشمس. تعالى كده نبص، ده مخطط لمدرسة. بص كده عليه، هتلاقي فيه الملعب، هتلاقي فيه باب المدرسة اللي كنا بندخل منه، هتلاقي فيه الغرف، غرف الدراسة اللي هي الفصل الدراسي بتاعنا، هنلاقي فيه كمان أماكن اللي بناخد فيها زي الموسيقى أو بناخد فيها الرسم أو غرف المدرسين أو غرفة المدير، هنلاقي فيها الملعب اللي كلنا بنحبه، مسرح المدرسة، مكتبة المدرسة. بص كده على المخطط اترسم بطريقة توضيحية، رسم كل حاجة بطريقة موضحة. تمام؟ يبقى احنا واحنا بنرسم مخطط لازم نرسمه بطريقة واضحة، نحط فيه الشمس خارج المكان، بنرسم الأبواب والنوافذ، كمان بنرسم كل مكان منفصل ونحط اسم المكان عليه. أنا بعد ما رسمت المخطط، لو أنا عايز أوصف لصديقي المكان اللي يجي منه وعندي 3 شوارع أو 3 أماكن يقدر يعدي منها، تمام؟ صديقي ده هيختار أنهي مكان؟ طبعا كلنا نقول الاختيار للمكان الأسرع اللي هيوصلني أسرع. لا، مش لازم، مش دايما. يعني مش كل الناس بتحب وهي رايحة مكان تختار طريق سريع، أوقات بيكون عندها هدف مختلف. يبقى كل واحد بياخد طريق بيبقى ليه هدف وسهولة يختار المكان اللي هو عايز يروحه. هو عايز مثلا يشتري حاجة في الطريق اللي هو ماشيه، هو عايز ياخد وقت طويل مثلا ويتمشى وياخد وقت ويتفسح مثلا، ولا هو عايز يروح بسرعة. يبقى ده الهدف بتاعنا. السهولة لازم يكون سهل، مينفعش يبقى طريق صعب مش ممهد ميقدرش يمشي فيه. يبقى أي طريق بنختاره واحنا بنرسم المخططات أو عشان نمشي فيه، بنختار الطريق مش بس على السرعة فقط. وركز قوي في الكلمة دي، ما بنختاروش بناء على السرعة فقط، لكن بنختاره بناء على الهدف والسهولة. الهدف والسهولة. ولو جيت سألتك وقلت لك صح وغلط، بنختار الطريق ونعتمد فيه على السرعة فقط، غلط، بنختاره ونعتمد فيه على الهدف والسهولة. تعالى هنا كده نشوف فيه 3 مخططات. المخطط الأول راسم أهو، بيقولك لو أنت عايز تروح الحديقة، أهو البيت ده البداية. بعد كده مثلا أنت عايز تروح الحديقة بس عايز طريق يبقى أطول شوية، فهتعدي الأول، ماما مثلا طلبت منك تشتري حاجات، فهتعدي الأول على الآلة تشتري طلبات، بعد كده تروح الحديقة بتاعتك. طب لا، أنا مستعجل وعايز أروح الحديقة على طول، يبقى على طول هختار الطريق السهل الطويل ده اللي هيوصلني للحديقة على طول. طب لا، أنا عايز أعدي على المسجد أصلي الأول، بعد كده أروح على الحديقة، يبقى هعدي الأول على المسجد أصلي، بعد كده هكمل الطريق وأروح على الحديقة. يبقى كل واحد بيختار الطريق حسب الهدف والسهولة بتاعت الطريق ده، مش السرعة بس. تمام؟ طيب يمارس رياضة المشي هيختار المخطط التالت، يختار المخطط التالت. اللي بيفضل الوصول بسرعة، اللي عايز يوصل بسرعة قوي هيختار المخطط التاني. اللي بيحب التسوق في الطريق هيختار المخطط الأول. يبقى اللي بيحب يشتري حاجة هيختار المخطط الأول، اللي بيحب انه يمشي بسرعة هيختار المخطط التاني، اللي بيحب انه يمشي كتير هيختار المخطط التالت. طيب انا عشان احدد الاتجاهات بتاعتي، عشان اعرف المكان اللي انا رايحه، المفروض بيبقى عندي عدة عوامل بعرف من خلالها المكان اللي انا رايحه. الانسان زمان عشان يعرف الاتجاهات اعتمد على الطبيعة عشان يحدد الاتجاهات، بيستخدم وسائل متنوعة. زي زي الشمس. أجدادنا زمان كانوا شاطرين، استخدموا الشمس عشان يعرفوا بيها الطريق. كانوا بيستخدموها ازاي؟ كانوا بيصحوا بدري قوي الصبح،
بعد شروق الشمس على 6 الصبح، ويقفوا يستنوا يشوفوا الشمس وهي بتطلع. الشمس دايما بتشرق منين؟ بتشرق من عند الشرق، بتشرق من عند الشرق، فيخلوا وجههم كده ناحية الشرق، وراك يبقى الغرب. وانت واقف كده يبقى قدامك كده الشرق، وراك يبقى الغرب. يفرد دراعاته، يخلي ايده اللي من فوق اللي هي الشمال ده الشمال، يبقى على ايدينا اليسار الشمال، وعلى ايدينا اليمين الجنوب. يبقى ازاي كانوا بيعرفوا الاتجاهات؟ لما يصحوا الصبح بدري قوي يقفوا يحطوا الشمس في وجوههم عند الشرق، يبقى ده كده ايه؟ اتجاه الشرق. يبقى وراهم الغرب، ايديهم اللي فوق اللي رافعينها الشمال، وايديهم اليمين الجنوب. تمام كده كانوا بيعرفوا من خلالها اتجاهات، لانهم بيقفوا موجهين للشمس عند شروقها. طيب كانوا بيعتمدوا على ايه كمان؟ كانوا بيعتمدوا على النجوم. على النجوم، على النجوم. كانوا يقفوا بالليل يشوفوا النجوم، ويشوفوا ازاي هيعرفوا بيها الطريق. الانسان زمان ما كانش بيعتمد على الشمس بس، لكن كمان استخدم النجوم. برع المصريين القدماء كمان كانهم يستخدموا النجوم في علم الفلك، فعرفوا نجمه مهمه قوي اسمها النجمه القطب الشمالي. هما سموها كده ليه؟ لان النجمه دي دايما بتطلع من اتجاه الشمال. يبقى انا لو شفت النجمه دي هعرف على طول ان ده اتجاه الشمال. هو نجم لامع يلمع قوي قوي في السماء، دايما بيشير لاتجاه الشمال، دايما بيطلع من اتجاه الشمال. يبقى الانسان زمان ما كانش بيعتمد بس على الاتجاهات. المصريين القدماء برعوا في علم الفلك، استخدموا نجم اسمه نجم القطب الشمالي. ده نجم لامع بيشير دايما لاتجاه الشمال. ولو جيت قلت لك دلل على صحة العبارة، اثبت لي المعلومة، دلل دي معناها ايه؟ اثبت لي المعلومة ان المصريين القدماء او الانسان زمان كان بيستخدم طرق عشان يحدد بيها الاتجاهات. ايه الطرق والوسائل دي؟ اول حاجة قلنا الشمس، بيقف موجه للشمس عند شروقها، ومنها يعرف الاتجاهات. كمان كان بيستخدم النجوم، بالاخص المصريين القدماء برعوا في استخدام النجوم من خلال نجم اسمه نجم القطب الشمالي اللي بيشير دايما لاتجاه الشمال. يبقى لو قالك بتفسر اهميه النجم القطبي الشمالي عند المصريين القدماء، ليه النجم القطبي الشمالي مهم عند المصريين القدماء؟ لانه بيحدد موقع النجم، وبيستطيعوا تحديد من خلاله باقي بقى الاتجاهات اللي هم عايزينها. يبقى بيحددوا موقع هذا النجم، وبيستطيعوا تحديد باقي الاتجاهات. طب يا ميس انا لحد دلوقتي برضه ما فهمتش الاتجاهات من غير الحاجات دي. تعالى كده نرسم مع بعض رسمه هنعرف بيها الاتجاهات بطريقه سهله جدا. بص كده بنرسم علامة زائد، علامة الزائد نرسم علامة زائد اهي، تمام. ونرجع تاني نرسم علامة زائد بس عكسها. بص كده بنعمل ايه؟ بنرسم علامة زائد. طيب احنا نبدأ الأول بس بعلامة الزائد الأصلية، وبعد كده أعرفكم ايه علامة الزائد المايلة. نبدأ بإيه؟ بالأصلية الثابتة اللي واقفة دي. طيب دايما فوق كده بنحط الشمال، يبقى دايما فوق بنحط اتجاه ايه؟ اتجاه الشمال، اتجاه الشمال. يبقى فوق بنحط اتجاه ايه؟ الشمال. طيب تحت بنحط اتجاه ايه؟ الجنوب. يبقى فوق شمال، تحت جنوب، فوق شمال، تحت جنوب. على اليمين كده بنحط الشرق، الشرق اتجاه ايه؟ الشرق. وعلى ايدك الشمال بنحط ايه؟ الغرب، بنحط الغرب. يبقى ده عشان نعرف الاتجاهات الاساسيه. الاتجاهات الاساسيه بتاعتنا بنعرفها من خلال ان احنا نرسم علامه زائد. فوق الشمال، تحت الجنوب، على ايدك اليمين الشرق، على ايدك الشمال الغرب. شمال جنوب شرق غرب، شمال جنوب شرق ايه؟ غرب. دي الاتجاهات اللي ممكن بيها نعرف تحديد الاماكن. طيب انا برضو يا ميس مش عارف احدد الاتجاهات زي اجدادنا القدماء من خلال الشمس والنجوم. قال لك في طرق حديثه حلوه جدا من خلالها نعرف بيها نحدد الاتجاهات. زي ايه؟ ادوات تحديد الاتجاهات اللي بنعرف بيها الاتجاه، خصوصا اتجاه الشمال اللي بنبدا من عنده، بعد كده نعرف باقي الاتجاهات.
زي ايه؟ زي البوصلة. البوصلة شايف الشكل ده بتبقى عبارة عن حاجة مدورة معدنية كده فيها مغناطيس كده صغير من جوه. بيقول لك ان هما دايما المغناطيس اللي بيحطوه فيها دايما بيشيل اتجاه الشمال. طب يا ميس هم عرفوا منين؟ هقول لك. هما جايبوا مغناطيس وربطوه في حبل وابتدوا يحاولوا يزقوه وسابوه خالص لحد ما وقف. اول ما وقف المغناطيس راح متجه ناحية الشمال. قال لك صدفة نجرب مرة كمان. عملوا التجربة مرة كمان، حطوا المغناطيس في حبل مرة تانية وسابوه يتحرك لحد ما وقف. أول ما وقف اتأكدوا للمرة التانية وقف ناحية الشمال، فعرفوا كده إن المغناطيس دايما بيتجه اتجاه الشمال، عشان كده بنسميه الشمال المغناطيسي. يبقى في البوصلة دايما يحطوا المغناطيس، ودايما هتلاقي مفتاحه الأساسي اللي بيتحرك ناحيته ايه؟ اللي هو الشمال. يبقى دايما بيتجه ناحية الشمال. يبقى البوصلة ايه هي البوصلة؟ هي أداة تحتوي على إبرة مغناطيسية. إبرة مغناطيسية بتشيل اتجاه الشمال المغناطيسي. يبقى هي البوصلة هي أداة تحتوي على إبرة مغناطيسية تشيل اتجاه الشمال المغناطيسي. إبرة مغناطيسية تشيل اتجاه الشمال المغناطيسي. أداة تحتوي على إبرة مغناطيسية تشيل اتجاه الشمال المغناطيسي. يبقى أدوات تحديد الاتجاهات البوصلة اللي بتعرفني ايه اتجاه الشمال المغناطيسي. ايه كمان؟ الموبايل اللي معانا فيه تطبيق حلو قوي اسمه البوصلة الرقمية. بوصلة رقمية بوصلة على التليفون. بنحمل التطبيق ده تبدأ تدخل المعلومات عليه بالشكل ده كده، بيعرفك ايه الاتجاهات. يبقى يمكننا دلوقتي ان احنا نستخدم حاجة اسمها البوصلة الرقمية الموجودة في الهواتف الذكية. ايه اللي ترتب على يعني ايه اللي حصل لما بقى فيه بوصلة رقمية؟ ده ساعدنا ان احنا نحدد الاتجاهات بسرعة وبدقة اكبر. ساعدنا ان احنا نعرف الاتجاهات بسرعة وبدقة ايه؟ اكبر بكتير من البوصلة العادية. يبقى البوصلة الرقمية مهمتنا ايه بالنسبة لنا؟ انها بتساعدنا ان احنا نعرف الاتجاهات بسرعة ودقة اكبر. تساعدنا ان احنا نعرف الاتجاهات بسرعة ودقة اكبر. يبقى ادوات تحديد الاتجاهات ايه؟ البوصلة والبوصلة الرقمية. البوصلة والبوصلة الرقمية. البوصلة الرقمية بتعرفنا الاتجاهات بسرعة ودقة اكبر. تعالوا بقى نعرف ايه الاتجاهات اصلا. الاتجاهات بتاعتنا الاساسية انا قلت لكم 4 الاتجاهات الاساسية اللي هم الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. الرسمة اللي انا رسمتها دي الاتجاهات بنسميها اتجاهات اصلية. يعني ايه اتجاهات اصلية؟ يعني اول اتجاهات اصلية عندنا. طيب ايه الاتجاهات الفرعية؟ هقول لك هفهمها لك دي بالراحة. طيب لو انا واقف في الشمال جيت هنا في النص، ده فين؟ هنا ده شمال وده شرق، انا كده واقف في النص، ده ايه؟ معرفش. طب لو جيت هنا كده في النص برضو بين الشرق والجنوب، ده ايه؟ معرفش. طب لو جيت هنا من الجنوب والغرب، ده ايه؟ لا جنوب ولا غرب. طب لو جيت هنا من الشمال والغرب، ده ايه؟ طيب يبقى دي الاتجاهات الفرعية، الاتجاهات اللي ما بين الاتجاهات الأصلية. طيب لو أنا وقفت هنا كده الشمال فوق، ودايما اللي واقف تذكره قبل اللي نايم. يعني تقول ايه؟ الشمال الشرقي. تذكر اللي واقف قبل اللي نايم. بس نايمة كده ودي واقفة، بنذكر الشمال الشرقي. طب هنا نذكر بقى قلنا ايه؟ نذكر اللي واقف الجنوب الشرقي. يبقى لو أنا واقفة هنا يبقى شمال شرقي. لو انا واقفه هنا يبقى جنوب شرقي. طيب لو انا واقفه هنا يبقى جنوب غربي. طب هنا هيبقى شمال غربي. يبقى الاتجاهات الفرعيه هي اتجاهات موجوده ما بين الاتجاهات الاصليه. هي اتجاهات موجوده ما بين الاتجاهات الاصليه، زي الشمال الشرقي، الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي، والشمال الغربي. شمال شرقي، شمال غربي، جنوب شرقي، جنوب غربي. دي الاتجاهات الفرعية والاتجاهات الأساسية. تعالوا كده بقى نحل مع بعض. نكمل. عندما نواجه الشمس عند الشروق يكون خلفنا اتجاه ايه؟ ركز كده معايا. الشمس ناحية الشرق، يبقى خلفنا اتجاه ايه؟ طبعا اتجاه ايه؟ الغرب. اتجاه الغرب. يبقى في وشنا الشرق، يبقى في الظهر ايه؟ الغرب. وتشير الإبرة المغناطيسية في البوصلة إلى اتجاه. قلنا الإبرة لما جابوها وحاولوا يحركوها دايما بتشير إلى اتجاه إيه؟ الشمال. دايما بتشير إلى اتجاه
شمال، دايما تشير اتجاه الشمال. ركز قوي في الحته دي. طيب نختار الاجابه الصحيحه ما بين القوسين. يوجد بين كل اتجاهين اصليين. يبقى ايه الموجود بين كل اتجاه اصلي؟ ابره مغناطيسيه، اتجاه اصلي، اتجاهين فرعيان، اتجاه فرعي. بين كل اتجاهين اصليين اتجاه فرعي واحد ولا اتجاهين فرعيين ولا اتجاه اصلي ولا ابره مغناطيسيه؟ بين كل اتجاهين اصليين اتجاه فرعي. بين كل اتجاهين اصليين اتجاه فرعي. نستطيع تحديد الاتجاهات بسرعه ودقه كبيره بواسطه. بنقدر ان احنا نحدد الاتجاهات بسرعه وبدقه سريعه بواسطه ايه؟ عن طريق ايه؟ بسرعه قوي عن طريق البوصله الرقميه. طبعا هي اسرع حاجه بتعرفنا الاتجاهات. دلل على صحه العباره. اعتمد الانسان على الطبيعه في تحديد الاتجاهات نهارا وليلا. ازاي؟ اثبت لي ازاي الانسان اعتمد على الطبيعه في الاتجاهات نهارا وليلا. ولا في النهار كان بيستخدم ايه؟ كان بيستخدم الشمس عشان يعرف من خلالها الاتجاهات، بيخلي دايما وجهه ناحيه الشرق. في الليل كانوا بيستخدموا ايه؟ كانوا بيستخدموا النجوم، زي نجم ايه؟ مش سامع. نجم ايه؟ نجم القطب الشمالي، زي نجم القطب الشمالي. يبقى في النهار بيستخدموا الشمس، وجههم ناحية الشرق عشان يعرفوا الاتجاه. بالليل بيستخدموا النجوم، وبالأخص نجم القطب الشمالي اللي بيعرفهم الاتجاه دايما اللي بيجي منه الايه؟ الاتجاه الشمالي. وكده نكون خلصنا درسنا النهارده. بتمنى ان الدرس يكون سهل. ما تنسوش تحلوا الواجب على الدرس ده مع تحياتي ميس عايدة مجد.